طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية دار أتكلم عن مباراة الهلال بالأمس، وبالتأكيد حنفرض أيضا مساحة لمباراة المريخ الأفريقية وأيضا الأمل وهلال الأبيض. طيب، بالنسبة لمباراة الهلال بالأمس، بالتأكيد الهلال عمل نتيجة ممتازة جدا بالانتصار خارج الديار وبهدف. وأحسن ما في النتيجة إنه الهلال خرج بشباك نظيفة. أفتكر إنه الهلال بالأمس قدر تماما يفرض هيبته الأفريقية المعروفة عنه. الهلال معروف إنه أفريقيا عنده هيبة، وكل الأندية بتهاب الهلال، وخصوصا لما فريق يعني يعني القرعة ترميه مع الهلال بالتأكيد بيكون عامل ألف حساب للهلال. الهلال بالأمس قدر يستقل الاسم الكبير، رغم انه الهلال في الفترة الأخيرة انتدب لاعبين يمكن ما منسجمين في التشكيلة ومدرب جديد وكل هذه الأشياء. امبارح بالتأكيد الهلال قدر الاسم الكبير والانتدابات، وقدر يستفيد منها في مباراة فايبرز اليوقندي. بالتأكيد الناس ما ترقد في العسل، وفايبر اليوقندي بالتأكيد فريق كبير جدا. أفتكر إنه الهلال قادر إنه يتأهل على حساب فايبر اليوقندي بمزيد من الجدية وبمزيد من احترام الخصم. أنا داير أتكلم عن حاجة مهمة جدا ظهرت في مباراة الأمس، وبالتأكيد حتعين الهلال في مشواره الأفريقي. هدف الشعلة، أنا يمكن ما شاهدت المباراة، لكن داير أتكلم عن الشعلة كمهاجم، وكونه يحرز هدف في البدايات وهدف خارج الديار. كل هذه الأشياء بالتأكيد حتديه ثقة في نفسه، وحيرجع الشعلة الهداف، هداف الهلال في الكونفدرالية، وحيرجع من جديد تاني الجماهير تعول عليه كثيرا. وده يمكن حيكون له ثقل هجومي في مع الوافد الجديد المحترف الجديد. بالتأكيد ده حيستفيد منه الهلال في مقبل المباريات. إحراز الهلال للهدف بالأمس في أرض فايبر يمكن هي أكدت تماما إنه الهلال في الأدوار، نادرا ما يخرج من الأدوار الأولى. بالتأكيد دي نتيجة ممتازة جدا، وعلى الإدارة إن تعمل عشان تحضر الفريق لمباراة الإياب في الخرطوم، والمباراة خصوصا حتلعب من غير جمهور. ما في شيء بيمنع فايبر انك انت انتصرت عليه ويجي من اجل الانتصار هنا. كل العوامل اللي كانت بتشكل يمكن ضغط على الفرق اللي بتجي من خارج الديار هي الجمهور، والجمهور بالتاكيد نحن في المباراه دي ما حنلاقيه. عشان كده الهلال لازم يعد نفسه تماما للمباراه دي، وبالتاكيد قادر، بقول انه قادر يتاهل ان شاء الله ويمضي بعيدا. وده ايضا له نقطه ايجابيه جدا، حيدعم أنديتنا في التمثيل السنة القادمة بأربع فرق. معروف إنه نحن يمكن إذا ما أنديتنا طارت من الأدوار الأولى، بالتأكيد ده حيقلل فرصنا في التمثيل بأربع فرق أفريقيا السنة القادمة. وبنتمنى الانتصار أيضا في مباراة الذهاب، واللي هي قريبة، مباراة الإياب عفوا، اللي هي قريبة جدا. على الهلال إنه يعمل، وعلى الهلال إنه يطوي صفحة هذا الانتصار، والهلال قادر يتأهل على فايبر اليوقندي. وألف ألف مبروك للهلال، وتمنياتنا للمريخ أيضا في مباراة اليوم بالانتصار، وكل الأندية السودانية تمشي لقدام. وده طبعا الشيء اللي نحن علينا إنه نعمل سويا من أجل تطوير الكرة السودانية، ومن أجل المضي قدما. نترك التعصب جانبا ونقف مع أنديتنا سواء هلال مريخ أو أمل أو هلال الأبيض. أشكركم جزيل الشكر، وإن شاء الله موعودون معي بحلقة بالتأكيد جديدة. ما عليكم إلا إنه تشاركوا الحلقة دي بالتأكيد إن شاء الله. معنا أيضا حلقات متتالية، وشكرا جزيلا.